السلام عليكم، كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. هذا الفقاس ادمان حقيقي. كنتمنى من القلب انكم تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخير. اكيد هذه الوصفه غادي تنال الاستحسان ديالكم وغادي تعجبكم بزاف. وقبل ما نبداو ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اذا في قصريه غادي نوضع 250 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ. غادي نضيف ليها 250 غرام ديال السكر كلاصي، ضروري ما يكون السكر كلاصي. غادي نضيف فاني او جوج ديال الفاني 14 غرام. غادي نضيف قبصه ديال الملح ضروري لتصحيح الذوق. غادي ندلك المكونات مزيان مع بعض حتى كينسجموا تماما. غادي نضيف ليهم زوج ديال البيضات وصفار بيضه واحده، زوج ديال البيضات وصفار ديال وحده فقط. غادي نمزج العناصر مزيان مع بعض حتى كيوليو ليا على شكل بوماد. غادي نضيف 3 ديال الخمارات كيماويين، يعني 7 زائد 7 زائد 7. غادي نمزجهم مع بعض مجددا حتى غادي نحصل على خليط كريمي بهذا الشكل. كتخدموه مزيان بين يديكم حتى كيصبح اللون ديالو فاتح. غادي نضيف الدقيق، وانا كنضيف الدقيق في نفس الوقت كنضيف ربعة ديال الحليب بحرارة المطبخ، ربعة ديال الحليب، ربع لتر. كنبقى كنضيف الدقيق والحليب حتى كيندمجوا المكونات كاملهم، وكنحصل على عجينه اللي تكون لينه ما تكونش قاصحه. انا سرعت المقطع شويه باش ما يجيكمش طويل. هنا من بعد ما ساليت بين الحليب والدقيق كتهز كيلو ديال الدقيق الابيض، ضروري من كيلو مع ربعة ديال الحليب. شوفوا معايا الشكل ديال العجينه كيفاش كتورجع. كنزيلها نحطها في اناء وغادي نقسمها ل7 ديال الكويرات. هاد العجين غادي نقطعها ل7 ديال الكويرات كيف شفتوا معايا. كنحطهم جانبا وكنمر مباشره باش نحضروا الفقاس نتاعنا. غادي نطلق كره واحده. شوفوا معايا الحجم نتاع العجين كيخصو يكون ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش تاني غليظ بزاف لي ما يجيكم فقاس فيه غليظ. غادي ندهن بيضه كامله. هنا عندي بيضه كامله اللي طربتها بحال رجعت بحال الاومليت. هنا من الافضل انكم توضعوا فرشاه كنلبس هذاك الابيض كله لهذيك العجين. الفيديو واضح والوصفه رائعه جدا. كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بلايك وباشتراك باش تعم الفائده، لانه فعلا هذا الفقاس كيستحق تشجيعاتكم وتيستحق اللايكات نتاعكم والمشاركه ديالكم مع الاهل والاحباب. كنستمر حتى كنغطي الوجه ديال العجين كله. هنا بطبيعه الحال عندي الجوز اللي نقيته وكنقطعوا الانصاف. كنغطي به الوجه ديال العجين وغادي نجمعو بالشكل اللي كتشوفوا معايا في الفيديو. كنوصل للنهايه كنجمع الجوانب ايضا. شوفوا معايا كيفاش فهي وصفه رائعه بجميع الاسرار النجاح ديالها. كنغلقوا الجوانب مزيان. غادي نجيب طاوه خاصه بالفرن، غنفرش ليها ورق الزبده وغادي نوضع فيها
الاعمده ديال الفقاس بهذا الشكل. ملي كنسالي الكميه ديالي كاملها بنفس الطريقه، غادي ندهنهم بيضه كامله، بيضه كامله. كندهن الوجه نتاعهم، كندير فيهم ثقب في الوسط باي حاجه تكون عندكم رقيقه، وكطيبوا الفقاس نتاعكم، فما كتخليوه حتى كيتحمر بزاف من الاسفل. بهذا الشكل غير كيتصفر كتخرجوه. غادي نغطي عليه بمنديل وببلاستيك من الفوق، وغادي نخليه مده ديال 4 سوايع حتى ل5 حتى كيبرد تماما. شوفوا معايا ما شاء الله كيفاش كيجي رائع. غادي نجيب سكين اللي يكون حاد، وغادي نقطع الفقاس نتاعي بشكل رقيق. هذا الفقاس باش ما قطعتوه بشكل رقيق فهو كيجي المنظر نتاعو جميل بزاف. شوفوا معايا ما شاء الله، بدون ما يتكسر معكم، بدون ما تشققات، كيجي رائع جدا جدا. كنتمنى انكم تشاهدوا الوصفة من الاول حتى الاخير. دا شوفوا معايا ما شاء الله كيفاش كيكون من الداخل نتاعو، فهو مغذي ورائع جدا. عامر بالجوز، والمكونات نتاعو صحيه. كيف قلت لكم باش ما قطعتوه بطريقه رقيقه فهو كيجي المنظر نتاعو احسن بكثير. شوفوا ما شاء الله السمك نتاعو كله كيفاش داير، بدون تشققات، بدون كسور، ناجح 100%. من بعد ما كنسالي الكميه ديالي كاملها، كنوضعو في الطاوه الخاصه بالفرن، كنشعل عليه من الاسفل ومن الاعلى باش كيتحمر وكيعطيكم داك اللون الذهبي الرائع كيف ما غتشوفوا معايا. هنا من بعد ما ساليت الكميه ديالي كاملها، شوفوا معايا ما شاء الله، فهو فقاس ناجح كيجي رائع جدا، مكوناته رائعه وصحيه. شكرا لكم على حسن المشاهده ديالكم. كنتمنى ان هذه الوصفه توصلوها لاكبر عدد من اللايكات، تشاركوها مع الاهل والاحباب الى شفتوها فعلا كتستحق المشاركه. شوفوا معايا ما شاء الله هذاك اللون الذهبي ديالو كيفاش كيجي كيشهي. كيستحق المشاهده وكيستحق التجربه بالفعل. فانا كنعتبره تحفه فنيه ما شاء الله. الايادي المغربيه كتبهرنا بالاشياء الجميله. وصفه خاصه بعيد الفطر، كنتمنى فعلا انكم تجربوه. اكيد اكيد غادي يعجبكم بزاف وما باقيش غادي تستغناو عليه. غادي ناخذ وحده وغادي نوضعها على سطح اليد نتاعي، وغادي تشوفوا ما شاء الله هذاك الجماليه ديال الفقاس كيفاش كيشهي ما شاء الله. حتى لهنا كنكون نهيت الفيديو ديال اليوم. شكرا لكم على حسن المشاهده، ونلقاكم في وصفه اخرى. مع السلامه.